حاجات بيعملها اهالي الاطفال الناجحه. اول حاجه بيدوا مهام يوميه للاطفال عشان الاطفال تعتمد على نفسها ويبقى عندهم تحمل المسؤوليه وعندهم قدره انهم يساعدوا نفسهم بنفسهم. بيدوا مساحه كامله للطفل حتى للفشل، لان فرصه تعلم الطفل من فشله اكبر بكتير من انك تفضل تقول له تعليمات وتفضل تزن على دماغه. التعلم بالخطأ من اهم استراتيجيات التعلم. بيعلموا اطفالهم ان هم ما يخبوش مشاعرهم، حتى لو مشاعر غضب يقدروا يعبروا عن نفسهم من خلالها، من خلال الكلام، من خلال اي طريقه اخرى. ما بيخلوش الطفل ما يعيطش. يعني عندهم قدره ان الطفل يقدر يحكي اي مشاعر او اي احساس هو حاسس بيه، حتى لو تجاه الاهل نفسهم. بيقضوا وقت كافي مع اطفالهم، بيقعدوا فترات طويله، ووقتهم بيكون متقسم ما بين شغلهم وحياتهم، وفي وقت للاسره. لازم في وقت للاسره. الاطفال تقعد معاك وتتكلموا مع بعض، ويكون في مساحه لعرض الافكار سواء منك او منهم. ده اكتر حاجه بتقوي الاوصال ما بين الاسره وبعضها، ما بين الاطفال واهلهم. بيستثمروا في اطفالهم وبيدفعوا كل ما يملكوا لمجرد ان هم يعلموهم مهاره جديده او حرفه جديده او معلومه جديده. يعني مجرد انك بتستثمر في طفلك انك تعلمه مجموعه من المهارات ومجموعه من المعرفه والعلم، ده بيخلي طفلك في المستقبل حاجه اخرى، بخلاف انك بس تبقى مهتم انك ترعاه في المأكل والملبس وخلافه. بيكونوا لاطفالهم قدوه حقيقيه. الطفل اللي ما عندوش قدوه بيكون طفل تايه، مش عارف يبقى زي مين. الطفل اللي بيعيش في أسرة كلها بتعمل نفس الحاجة ومطلوب من الطفل انه يعمل زيها، حاجة سهلة جدا، غير انك تقول حاجة وانك تعمل حاجة اخرى. بيشجعوا اطفالهم على الفضول والاسئلة الكتير، على عكس الاباء والامهات اللي بيقولوا لاطفالهم كفايه اسئله، انت زهقتني، كفايه بقى كفايه بقى، وحاجات من هذا القبيل. الطفل اللي بيسال كتير بيتعلم كتير. الطفل اللي عنده فضول بيبحث ويتعلم. لو انت ما عندكش المعلومه ابحث عنها وعرفها لطفلك، لكن ما تخليهوش ما يسالكش. لكن ممكن تحدد اوقات للاسئله، ممكن تحدد اوقات للكلام، لكن انك تحجر على طفلك انه ما يسالكش ده حاجه مش حلوه خالص. بيفصلوا ما بين الطفل وسلوكه. يعني مش كل حاجه يعني نعتبرها حاجه واحده، ما نحطش الطفل في بوتقه واحده، ما نحسبش كل سلوكيات الطفل انها جزء واحد. يعني ما ينفعش نقول للطفل انت غبي في المطلق. ممكن نقول السلوك اللي انت عملته ده مش صح، او اللي انت بتعمله ده مش صح وطريقته الصحيحه كذا. لكن ما نحكمش على الطفل في المطلق انه كذا وكذا وصفاته كذا لمجرد انه عمل بعض السلوكيات الخاطئه اللي ممكن تتصلح. انا هنا مش بقول لك تكون مثالي، ومش مطلوب منك انك تكون مثالي، بالعكس. احيانا انك تخطأ قدام طفلك وتعتذر وتصحح اللي انت عملته ده بيعلمه. المطلوب مننا ان احنا نحاول نغير من نفسنا، ونحاول ندخل الحاجات اللي انا قلتها دي في حياه اطفالنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم في فيديوهات جديده. كان معاكم احمد جمال، اخصائي التخاطب والفئات الخاصه. سلام.